السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا مخصوص برای انسانایی که در حج هستن و بیرون از حج هم که باشن، میتونید که ان شاء الله همین دعاها را بخونین. میکروفون ما خیلی کی همین دعاها را میتونید که ان شاء الله بخونین، به خاطر که بسیاری مردم خدا نگهبانشون باشه نمیدونن که چگونه دعا کنیم. حتی به زبان تاجیکی را فارسی را نمیتونن دعا کنیم. مثلا دعا کنیم که پروردگارا گناهان ما را عفو و مغفرت بگردان، پروردگار خطاهای ما را ستر بگردان، پروردگار پدران مادران ما را گناهاشون عفو و مغفرت بگردان. تمام مؤمن و مسلمانان خداوند نگهبان باش از تمام بلاها و آفتها، از زمین و آسمان. از این گونه مثال دعاها بسیار است. الحمدلله خداوند هر عملی که و تو نزدیک میکنه ما را اون عملها را برای ما نصیب بگردان. الله عملی که به جنت ما را میبره اون عملها را به ما نصیب بگردان. پروردگار اون عملهایی که ما را به سوی جهنم میبره ما به سوی تو پناه میطلبیم از اون گونه عملها. یعنی دعا بسیارن، یعنی میخوام که دعایی که از قرآن نوشته شده هستند، در آیات های قرآن پیغمبران این دعاها را کرده هستند و الله سبحانه و تعالی مثلا در آیات قرآن ذکرشون میکنه. هم دعا را ان شاء الله میخونم، میتونید که با همراه ما تکرار کنین و آمین بگین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. رب هب لي من الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. رب نجني من القوم الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا واغفر أحيانا وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.